قبل ما يبدا هذا الفيديو بغيت نقول لكم الاخوان ان هذه الحصه هذه هي حصه من العرض، ولكن غنخليها مجانيه بما انه كان اول نهار للاستعداد الجهوي في 120 يوم، فاستفدوا منها وخليوا فقط دعوه ديال الخير في كومنتير. واللي بغى يلتحق معنا في البروغرام ديال الاستعداد الجهوي العرض راه باقي مفتوح. بون الاخوان، هذا هو العرض ديال الجهوي. كندخلك لواحد الدرايف اللي فيه المواد بربعه: العربيه وفرنسي واجتماعيات وتربيه اسلاميه. اللي غتستافد من هذا العرض هو انك غادي تستوعب الدروس ديال المواد بربعه في واحد الوقت اللي قصير، وهذا الشرح كيكون في فيديوهات ودي بي دي اف، وتيكونوا حتى المنهجيات ديال الاجابه، الطريقه على الاسئله المحتمله اللي كاينه دائما في الجهوي، كيفاش تقدر تجاوب بطريقه صحيحه، واللايفات اللي غادي تستافد فيهم من الاعاده ديال المراجعه كذلك، والتوجيه وبزاف ديال الامور، من بينهم حتى الدعم الا كانت شي حاجه هكا اللي محتاجها نتايا. اللي حبيت تسجل معنا يكونتاكتيني على هذا الواتساب، وانا غادي نقول لك جميع الامور باش تدخل معنا. دونك السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نديروا اول حصه في اول يوم من البروغرام اللي كنت عطيتكم، وغادي نديروا فيه اللغه الفرنسيه، المراجعه ديال لا بواط ميرفي شابتر بشابتر من شابتر 1 لشابتر 12. وبطبيعه الحال غادي نذكروا في كل شابتر الشخصيات اللي بانوا وعلاش بانوا وكيفاش بانوا، وغادي نشوفوا القصه كامله من الاول حتى للتالي. كل شابتر خصكم تعرفوا فيه لي زيفينمون برينسيبال ديالو، يعني شنو الاحداث المهمه اللي وقعت، وهذه ضروريه باش تفهموا كل شابتر شنو جا فيه. او ميم طون هذه كتعاونكم في السؤال ديال سيتوياسيون دو باساج، كتعاونكم في اسئله اخرى، كتكونوا عارفين على الغومون معلومات كتار. داكشي علاش غادي نبداو باول شابتر، هو الشابتر 1. غادي نعرفوا 5 ديال الاحداث الرئيسيه بانت فيه. اول حاجه غيبدا لنا بها لوتور او لو ناراتور سيدي محمد. سي ان سوار ديفير، يعني واحد الليله في الشتاء، واحد الليله ديال الشتاء. لو ناراتور سونج ا سا سوليتود اي بار ا لا ريشيرش دو سي اوريجين. سي اوريجين يعني اول حاجه، اول حدث هو في واحد الليله بارده، يعني في الفصل ديال الشتاء. لو ناراتور اللي هو سيدي محمد كيتامل وتيشوف بطبيعه الحال تيعاود لنا على التامل ديالو في الناس الاغنياء والفقراء، وغادي يقول لنا بان عنده واحد المشكل عظيم اللي هو الوحدانيه والوحده ديالو. هذه اول حاجه غادي يقولها لنا سيدي محمد في القصه او في الغومون، في الروايه ديالو. اول حاجه غادي نعرفوها، وغادي نعرفوا الاصول ديالو، الجذور ديالو، وشكون هو بطبيعه الحال. ثاني حدث معنا هو لا ديسكريبسيون دو لا سيونس دو ميوزيك غناوا اورغانيزي بار لا شوافه اون فوا بار موا. لا، الشوافه بطبيعه الحال او لا كنزه الشوافه هي مولة الدار بطبيعه الحال، ساكنه في الطبقه السفليه. هاد الاخت هادي ولا هاد السيده هادي كانت كدير قناوه، كدير واحد الحضره او واحد الحفلات ديالها كيكونوا فيها قناوه، وكيكون بطبيعه الحال الاغاني ديال قناوه مره كل شهر. وهادشي غيعاودوا لينا، هذا هو الحدث اللي غادي نشوفوه معاه، وكنشوفوا معاه حتى دوك الطقوس ديال بطبيعه الحال الشوافه، دوك الاغاني، دوك الرقصات اللي كانوا كيكونوا، دوك الموسيقى الصوفيه اللي كانت، ودوك الطقوس الخاصه اللي كانت كدير في هاد الحفله ديالها اللي كديرها كل شهر، اللي هي الحفله ديال قناوه. ثاني حاجه غادي نشوفوها هي اولا ثالث حاجه هي لا ديسكريبسيون دار شوافه اي سي لوكاتير، يعني غادي نشوفوا الوصف اللي غادي يعطينا سيدي محمد الشوافه والسكان ديالها، الدار ديال الشوافه والسكان ديالها. غادي نشوفوا العائله ديال زينب اللي الام ديالها رحمه وباها هو دريس العواد. سيدي محمد مع با امه لاله زبيده والمعلم عبد السلام. غنشوفوا فاطمه البزيويه، والشوافه بطبيعه الحال هي مولات الدار. اخر حاجه او رابع حاجه غادي نشوفوها هي لو ناراتور accompagne sa mère au bain mort qu'il considère comme un enfer. السارد او الراوي اللي هو سيدي محمد غيعاود لنا بانه غيمشي هو ومو للحمام، وغادي يدوز واحد الساعه في الجحيم. واصلا كان كيجي الحمام بحال جهنم، شي حاجه بحال الجحيم ما كيحملهاش بالصوت ديالها والزحام والحراره اللي كتكون فيها. كانت كتخوفوا هاد البلاصه هذه اللي هي الحمام. وغنساليو باخر حاجه هي لا ديسبوت المدابزه
او لا ديسبوت اونتر لاله زبيده يا رحمه، واحد المدابزه كانت ما بين لاله وزبيده على لو سيف ولا على بطبيعه الحال على الغسيل اللي كان النهار ديال لاله زبيده ونشرات فيه رحمه. لا ديسبوت سبيكتاكولير اللي اونتر لاله او لاله زبيده لا مير ناراتور اي الجاره ديالها رحمه. الشابيتر 2 غادي ناخدو فيه 3 ولا 3 زيفينمون برينسيبال اللي جاو في هذا الشابيتر هذا. اولهم هو لو مسيد اي سيرتو لو ماردي، النهار ديال 3 جور كونساكري à la révision، واحد النهار اللي كانت فيه العراضة، كان النهار ديال انهم يعرضوا القرآن على الفقيه. سون سورس دو كوشمار اي دو سوليتود بور لو ناراتور، كان واحد النهار اللي تيغرق فيه سيدي محمد في الكوابيس وتيحس براسو بوحدو وخايف حتى من الفقيه. تاني حدث هو لا فيزيت لاله عيشة كي اكومبان لا مير دو ناراتور و سانكتوير سيدي علي بوغالب. بطبيعة الحال لاله عيشة جات لعند لاله زبيدة وغادي ديها باش يمشيو للضريح ديال سيدي علي بوغالب ويتبركوا به ويطلبوا حياتهم تقاد، خصوصا ان سيدي محمد كان هنا وجهه صفر، فداك الشيء علاش قالت لها يلا باش يتقاد لك السعاده ديالك وتعيشي مرتاحه، يلا نمشيو عند سيدي علي بوغالب. ثالث حدث اللي غيوقع هو لا ديسكريبسيون دو ريفاي دي لوكاتير دو دار شوافا اي لو كونفور دون جويسي لا فامي دو ناراتور. يعني غادي نشوفوا كيفاش تيصبحوا الناس في دار الشوافة، العيالات كيصبحوا على بعضياتهم، كل وحده كتقول الاخرى صباح الخير وكتدعي معاها. غادي نشوفوا هذا الوصف اللي غيعطينا سيدي محمد الغيفاي ديال لي لوكاتير دار الشوافة. وغادي نشوفوا ديسكريبسيون ديال لو ناراتور انه تيعاود لنا بان العائله ديالو مقارنه بالعائلات الاخرى ميسوره وتعيشوا واحد الراحه مزيانه مقارنه بالناس اللي دايرين بهم. فهادو 3 ديال الامور وقعوا او غيكونوا هما الاحداث الرئيسيه. غنشوفوا الشابيتر 3. الشابيتر 3 غيكون فيه ابري 2 جور اي دمي دروبو اي دو كونفاليسونس، من بعد ما عطاهم الفقيه يومين ونص يرتاحوا فيها، واحد الفتره ديال النقاهه، واحد الكونفاليسونس. لو ناراتور فاو مسيد كي ديتيستي، يعني مشى للمسيد لذاك البلاصه اللي ما تيحملهاش، كي ديستي يعني كي ديتيستي، يعني ديتيستي هي شي حاجه ما كتحملهاش، كتكرهها من اعماق القلب ديالك، يعني فايت الله ليه. دونك فوالا هذه اول حاجه غادي تذكر لا فامي. ثاني حدث لا فامي دو ناراتور اشوتي اون لامب ا بترول، غادي يشريو واحد العائله ديال الراوي. بطبيعه الحال لو بغيتو التفصيل لاله زبيده غادي تشوف البترول، اللامب دو بترول او لا لامب بترول ديال فاطمه البزيويه، غادي تجيها الغيره، غتطلب من راجلها يشريها وغادي يشريها ليها من بعد كوم سيل دو فاطمه البزيويه. دونك فوالا غادي ياخذوا واحد اللامب ا بترول، يعني واحد الضوايه ديال الزيت بلاصه الشمع اللي كانوا كيديروا، ما كانوا في الاصل تيديروا غير الشمع باش كيضويو. ثالث حدث واللي هو حدث مهم في الشابتر 3 هو لا ديسباراسيون زينب كي اكومبان سا مير ا ان بابتيم، يعني زينب تلفات من بعد ما مشات مع امها. بطبيعه الحال مشات مع امها لواحد الاسبوع، واحد البابتيم اللي تلفات من بعد زينب من امها في شارع القلقاليين. وبطبيعه الحال هادشي مذكور في الروايه، احنا كنختصروا الاحداث المهمه اللي وقعت et la réconciliation de cette dernière avec لاله زبيده. يعني غادي نشوفوا كذلك حتى ان هاد الشيء هذا اللي وقع غادي يدير لنا واحد الريكونسيلياسيون، واحد المصالحه ما بين لاله زبيده اللي كانت مدابزه مع رحمه، ولكن بسبب ان رحمه وقع ليها هذا البلان ديال تلفات بنتها، تصالحت مع زبيده، تصالحت معاها، وفي اخر المطاف عاوناتها باش انها تلقى بنتها، وهذا الشيء غادي نشوفوه. اخر حاجه ونبغي نقول لكم واحد المعلومه مهمه، ان زينب غتلقاها
مات سيدي محمد اللي هي لاله زبيده مع فاطمه البزيويه غيلقاوها في دار القيطون. دونك من بعد هادشي ملي لقاوها ابخي افوار تروفي صافي، يعني ملي لقات بنتها رحمه اورغانيز ان غوبا، دارت لهم واحد الغوبا، واحد الليمه اولا واحد الليمه ولا واحد العراضه بوغ لي بوفغ، الناس المساكين والناس الضعفاء. اونغويز دو كوا؟ اونغويز دو ريميرسيمون، يعني باش انها تشكر الله عز وجل انها لقات بنتها ورجعت لها بنتها. دونك دارت واحد المأدبة باش تشكر بها وكلات المساكين. بطبيعة الحال هادشي راه شفناه في الشابتر 3. ندوزو دابا للشابتر 4 شنو جا فيه لي زيفينمون برينسيبال. في الشابتر 4 غادي نشوفو البداية ديال الربيع، ديبي دو برانتون، وغادي نشوفو لاله زبيدة غوند فيزيتا لاله عيشة. لاله زبيدة غتمشي تزور صاحبتها لاله عيشة. لي دو فام دي بينون لي جون، يعني بجوجهم غادي يبداو يهضروا مع بعضياتهم ويبداو ينمموا في الناس الاخرين. يعني دي بينون لي جون يعني كينمموا في الناس اللي كيعرفوا. الوغ كو سيدي محمد باغ جوي افيك لي زونفون. سيدي محمد في هاد الوقيته كان كيلعب في هاد الزياره هادي ديال لاله زبيده لاله عيشه، كان كيلعب مع الدراري ديال الحومه والبنات ديال الحومه. تاني حدث لو لوندومان اللي هو الفندغودي ولا الجمعة، لا مير ريفيل او بير لي زينوي دو مولاي العربي الماغي ديال لاله عيشة اسكروكي بار سون اسوسيي عبد القادر. غادي تعاود الام لاله زبيدة لراجلها عبد السلام على مولاي العربي، وداكشي اللي وقع ليه مع عبد القادر اللي كان الكومباني ديالو الشريك ديالو اولا لاسوسيي ديالو في الورشه اللي كيخدم فيها. وغادي تقول ليه انه هذا عبد القادر هذا نصب عليه ومشى معاه المحاكم وحكم عليه القاضي، يعني نصب عليه يعني بكل بساطه نصب عليه. هذا الحدث الثاني، يعني هذه القصه ديال مولاي العربي مع لاسوسيي ديالو عبد القادر اللي غادي ينصب عليه غيسكاميه. لو ناراتور est occupé par sa boîte à merveille et par les récits d'Abdallah l'épicier, homme énigmatique. دابا هاد سيدي محمد لو ناراتور غادي يبقى تايه يعني طايح في ديك لا بواط ميرفي ديالو، اوكيبي ما كيجاوبش يعني غارق في العالم ديالو ديال لا بواط ميرفي. و يعاود لينا حتى على القصص اللي تعاود ليه با على داك ليبيسي عبد الله ليبيسي اللي هو عبد الله البقال او عبد الله مول الحانوت، اللي كان كيشوف فيه سيدي محمد عامر الغاز وساكن في الخيال ديال سيدي محمد، ما كيخرجش بالحكايات ديالو بطبيعه الحال اللي كيعاود ليه باه لسيدي محمد. وللاشاره هذا عبد الله ليبيسي هو واحد الشخصيه خياليه، ما كايناش زعما في لي بيرسوناج ديال لا بواط ميرفي كا بيرسون غيال. هو واحد البيرسون ايماجينير اللي غادي يعاود ليه با سيدي محمد، يعاود لسيدي محمد عليه. شابتر 5 غادي نشوفو الميركودي ومسيد، يعني نهار الاربع في المسيد. لو فقيه باغل او زونفون كي اون 15 جور بور بريباري لا فيت عاشوراء. غادي يعطيهم الفقيه انهم يوجدوا في 15 يوم الاحتفالات ديال عاشوراء اللي جايه، وهذا الشيء غادي يخلي واحد الحماس وواحد الفانتازي ما بين الناس، يعني ما بين التلامذ بيناتهم سيدي محمد والدراري اللي كيقراو معاه. عندنا كذلك الحدث الثاني هو لا مير دو ناراتور في à ses voisins le récit de son ami لاله عيشة qui s'est dépouillé de ses bijoux et meubles pour venir au secours de son mari ruiné. غادي تعاود موت سيدي محمد لاله زبيدة الجيران ديالها على ان صاحبتها لاله عيشة ما تخلاتش على راجلها، باعت دارها، باعت الاتات ديالها، باعت ذهبها، باعت كل شيء باش تعتق مولاي العربي من الافلاس، من السيزي اللي جاه بسبب الديون اللي تزادت عليه، بسبب الغويني، بسبب الازمه اللي طاح فيها. ثالث حدث اللي مهم في الشابتر 5 هو لا مور دي كوافور سيدي محمد بن الطاهر. واحد السيد معروف عندهم في الدرب، معروف عندهم في الحومه، غيموت، واللي هو سيدي محمد بن الطاهر الكوافور. طبيعة الحال هذا الحلاق هذا كان فاجعة
في الدار وفي عند الجيران وفي الديور كاملين اللي تما. فهذا غادي يخلينا نشوفوا واحد في الديسكريبسيون سيدي محمد غادي نشوفوا هاد العزو كيفاش داز، هاد الموت كيفاش دازت. وبطبيعة الحال هادشي غادي يأثر على النفسية ديال سيدي محمد في داك السن حيت كان صغير، وغيخليه يغرق في الحزن. واللي غيوقع هو لي فوازان لو بلورون اي اسيستون اسي زوبسيك، يعني غادي الحزن غادي يعم عند الناس وغادي يبكيو. وطبيعة الحال سيدي محمد توشي باغ سيت مور سومبر دون اون تريستيس بروفوند، يعني هادشي هذا غيتوشي سيدي محمد، غيقيسو، غيجيه الحزن وغيجيه حزن عميق بسبب هذا الموت. بطبيعة الحال نشوفوا حدث آخر مهم واللي هو أن لو شا دو زينب ديروب او ناراتور ساشينيت اي سونفوي، يعني شنو يوقع؟ المشة ديال زينب غادي تشفر اولا غادي تسرق ديك الشينيت دكويفغ، ديك السلسلة ديال النحاس، وغادي تهرب. ان فيولونت ديسبوت ايكلات اونتر لي دو زينمي زينب اي سيدي محمد. غادي يوقع هادشي بسببه. غادي توقع مدابزه ما بين سيدي محمد وزينب بطبيعة الحال، لأنه هو غيعتبرها هي اللي شفرات ليه هاد الشينيت كويفغ اولا هاد السلسله هادي اللي كان باغي يزيدها مع لي زوبجي اللي كاينين في لابواط ميرفي، وكان فرحان بها. في الشابيتر 6 غادي نشوفوا ثلاثه الاحداث مهمه هو فيه. 8 جوغ افون لا فيت عاشوراء، اول حدث 8 جوغ افون لا فيت عاشوراء. لا فيت عاشوراء كان بقى ليها 8 ايام. دونك لو مسيد اي نيطوايي اي باديجوني على شو باغ لي زيكولي، يعني غادي ينخرطوا التلامذ باش انهم غينقيوه، غيديروا له عمليه ديال التنظيف شامله، وغادي يصبغوا الحيوطه بالجير، يعني غادي يصبغوا الحيوطه. وبطبيعه الحال حاجه زوينه اخرى اللي وقعت لوناغاتور غينومي، غادي يسميوه برئيس الفرقه ديال الحكاكه الارض. كان هو اللي مكلف بانه يحك الارض وينقيها، واللي معاه يحكوا الارض وينقيوها. وهادشي غيعطيه واحد الفخر، وايد يحس براسو عجبو الحال بسبب هاد التسميه الجديده ولا الترقيه هادي، التعيين هذا. طبيعة الحال الحدث الثاني اللي مهم، لوناغاتور اكومبان سا مير فين على قيصرية او على كيساريا بوغ اشوتي لي فيتمون دو لا فيت، يعني سيدي محمد غيمشي مع مو يرافق الام ديالو باش للقيصريه، غيمشي مع مول القيصريه وغتشري ليه الحوايج ديال عاشوراء ديال العيد. ثالث حدث هو رحمه راكونت لي ميزافوتير ديال سيدي عثمان. اتعاود لنا القصص ديال سيدي عثمان، هذا واحد خينا عندهم في الدرب. اتعاود لنا عليه وعلى المشاكل اللي كانوا وقعوا ليه مع مراته لاله خديجه. راه غادي تشوفوا هذا الحدث هذا، راه كنت عاودته في لي شابيتر، يعني بلي ديتاي في الدرايف، ان هاد لاله خديجه صفطاتو باش يجيب اللحام، وغادي المهم غيوقع واحد المشكل، غادي يشد ليه واحد الكلب البلغه ديالو وغيهرب بيها وغيصدق راجع للدار. وهاد مراتو لاله خديجه غادي تخاصم عليه، وغتشوفوا رحمه. فرحمه غادي تعاود للجيران كاملين شنو وقع لهاد السي عثمان، اللي خدا واحد المراه اللي صغر منه بزاف وبدات كتشرط عليه كتسير فيه كما بغات. وبطبيعه الحال هادشي باش غيسالي هاد الشابتر هذا، وغادي يسالي بالفكاهه والعيالات كيضحكوا على القصص اللي كتعاود رحمه على هاد السي عثمان ومراته لاله خديجه. غنشوفوا الشابتر 7 شنو جا فيه. غناخذوا 4 ديال الاحداث المهمه، لي زيفينمون اللي مهمين. اول حدث 2 جوغ افون لا فيت، لي بريباراتيف vont bon train, les femmes et les enfants ont acheté les instruments de musique et les lustres du مسيد sont préparés. يعني غادي نشوفوا كيفاش الخدمه بدات كتزاد على قدم وساق. قبل يومين من العيد ديال عاشوراء بداو الناس كيستعدوا، العيالات والدراري الصغار غيشريو الطعارج ويشريو البنادر باش انهم يحتفلوا بالعاشوراء.
العيد ديال عاشوراء، وغادي يجهزوا التريات ديال المسيد لي ليستر دي مسيد، غادي يصاوبوا المسيد تريات جداد باش يوقع لينا واحد الضوء زوين في ليلة الاحتفال، وتكون مضوية، يكون المسيد مضوي. هادشي كلشي على جال عاشوراء بطبيعة الحال. تاني حدث لونفون اكومبان سون بير او سوق بوي شي لو كوافور، غادي يرافق سيدي محمد باه للسوق في الاول، غيشري ليه واحد الطامبور مهم الى اخره، ومن بعد غادي يديه لعند الحلاق. وهاد القضيه ديال الحلاق ما كانش حاملها سيدي محمد، وهاد الطقوس هادي كانت ديما كتسبق المناسبات الكبيره بحال عاشوراء والعيد الى اخره، باش يبان داكشي زوين ونقي، باش الوليدات يكونوا محسنين، كلشي فرحان، كلشي الى اخره. كاين كذلك حدث مهم لو جور دو لا فيت اللي هو الحدث ديال عاشوراء. نيت لو ناراتور سو ريفي، غادي يفيق ا 3 دو ماتان، غادي يفيق مع 3 ديال الصباح. صابيل دو فيتمون نوف et accompagne son père homicide pour célébrer ce jour. Puis au sanctuaire مولاي إدريس pour les prières. يعني غادي يفيق الصباح مع 3 ديال الصباح، غادي يلبس الحوايج الجداد ديالو، وغادي يمشي مع باه للمسيد باش انه يحتفل بهذا النهار هذا. وكذلك غادي يدير واحد القضيه اللي هي غادي توجهوا من بعد المولاي إدريس باش يديو الصلوات ويديروا لي بريير، يعني يصليو ويدعيو. اخر حاجه هي لابريميدي، لالا عيشه روند فيزيتا لالا زبيده اي لوي كون في ان سكري، يعني غادي تزور لالا زبيده لالا عيشه، ولكن لالا عيشه غتكون مقلقه، وغادي تعاود لها واحد السر، وهو باش غيسالي الشابتر 7 السر ديال لالا عيشه شنو وقع لها مع راجلها. شابتر 8 شنو غيوقع فيه؟ غادي نذكروا بزاف ديال الاحداث صراحه. وهنا غادي يبدا الصيف. لاحظتوا معايا في الاول الشتاء، من بعد غادي يجي البرانطون، غادي يدوز ليفير، من موراه البرانطون اللي هو الربيع، من موراه غيجي الصيف. ليتي ديبي ديال ليتي، هادي ديبي دو ليتي، البدايه ديال الصيف غتبدا من الشابتر 8. فلي écoliers quittant le site pour s'installer dans un sanctuaire proche, ce qui a un effet bénéfique sur le narrateur dont le maître et les parents sont fiers. يعني هاد الوقيته هادي غينتقل المسيد مع البدايه ديال الصيف، غادي يمشيو التلامذ من المقر اللي كان قريب لسيدي محمد المسيد اللي كان صغير، وغيستقروا في واحد الضريح اللي كان قريب، وكان فيه شويه د البرد، كان مبرد ماشي بحال المسيد اللي كان يعني ضيق وفيه الصهد وسخون. فانتقلوا للضريح فين غيقريهم الفقيه لواحد البلاصه قريبه. هاد الشونجمون اللي كان وقع كان عنده واحد ليفي زويون بينيفيك، يعني واحد التأثير إيجابي على لو ناراتور سيدي محمد. دونك داكشي علاش بدا تيخدم مزيان، بدا تيحفظ الآيات مزيان، وبدا تيقرا مزيان، وكانوا والديه فرحانين به. تاني حدث دي بي دو ناراتور سون ريزون دو رير، يعني غادي يكون سيدي محمد ما حاملش، واحد القضيه مهمه، مهم دو رير دو سي بارون دون دو سي كومباريزون، يعني غادي يكون سيدي محمد ما حاملش. واحد القضيه هي ان مرضوا داك الاستهزاء اولا داك الضحك ديال والديه عليه، حيت هو مهم غادي يعطيهم واحد التشبيه. غادي يقول لهم زعما ان البراسليات اولا دوك الخواتم اولا البراسليات ديال الذهب تيشبهوا الورد، وهذا الشيء غادي يضحكوا عليه هما، وهو ما حملش هذا الشيء هذا، لان كانت الاحاسيس ديالو رقيقه وما كيبغيش اللي يستهزئ به. ثالث حاجه لاندي ابريميدي لو ناراتور اكومبان سي بارون فاطمه بزيويه والسوق بوغ اشوتي دي براسلي. بطبيعه الحال من بعد لابريميدي، لاندي في لابريميدي يعني نهار اثنين في العشيه، سيدي محمد غادي يمشي مع والديه، وفاطمه البزيويه غتمشي معاهم للسوق باش يشريو براسليات اولا يعني شنو كيتسماو ديال الذهب، اساور ديال الذهب، اولا كما كنسميوهم حنا السريتلات ديال الذهب.
فشنو غيوقع هنا؟ غتوقع يوقع واحد الحدث مهم الاخوان، مهم غيقلب شويه القصه، ولكن مهم ماشي بزاف، ولكن غيقلب القصه شويه. لا ديسبوت دي بير افيك ان كورتي، غادي يدابز با سيدي محمد مع واحد الدلال اللي حس به با سيدي محمد انه باغي ينصب عليه. كورتي دو بيجو، واحد الدلال اولا واحد السمسار ديال السريتلات ولا ديال الذهب. ايغوتور دي دو فام اي لونفون فاتيغي، يعني كانوا رجعوا العيالات بجوج، لاله زبيده وفاطمه البزيويه وولد لاله زبيده سيدي محمد، رجعوا عيانين. والسي عبد السلام غونتخ لو سوار افيك لي براسلي دو موفي اوغور، يعني شنو غيوقع؟ غادي يرجع با سيدي محمد، ولكن دوك السريتلات اللي جاب معاه، حيت في الاخر غيجيب السريتلات، ولكن غادي تحسبهم مراته لاله زبيده انهم شي حاجة غتجيب النحس، شي حاجة نذير شؤم أو نذير النحس. قالت ليه السريتلات ديال النحس هادو. رابع حدث، لا فيزيت لاله عيشة لو لوندومان بور انفورمي لا مير دو ناراتور كي لي ابوندوني بار سون ماري مولاي العربي كي سو ريماريي. غادي يعاود يتزوج عليها مولاي العربي من بعد كاع داكشي اللي دارت معاه لاله عيشة. غوماري افيك لا في دو كوافور عبد الرحمن، غادي يتزوج بنت الكوافور عبد الرحمن. لاله عيشة غادي يطلع ليها طونسيون 20.5. علاش؟ لان باعت ذهبها وغامرت بكل شيء باش انها تنقذوا من الافلاس وتعاونوا من ديك النصبه اللي دار ليه لاسوسي ديالو عبد القادر. ومع ذلك شنو دار؟ خانها، طلقها، ومشى تزوج بنت الكوافور، بنت الحلاق عبد الرحمن. وهذا الشيء بطبيعة الحال حتى هو هذا حدث مهم في شابتر 8 الاخوان. اخر حدث غادي يساليو به شابتر 8، غادي يتسالى به شابتر 8، هو ان سيدي محمد طومب مالاد، غادي يمرض، يطيح مريض سيدي محمد. ندوزو لشابتر 9 والاحداث المهمه اللي جات فيه. اول حدث ليطا دو سونتي دو لونفون امبير، يعني ليطا دو سونتي ولا الحاله ديال الطبيه ديال الوليد اللي هو سيدي محمد غادي تزاد بشكل خايب، غادي يمرض بزاف. لو بير ويني، الاب ديال سيدي محمد يوقع عليه افلاس. علاش؟ حيتاش غادي يضيع عليه راس المال في السوق، غادي يصدق لا راس المال لا والو. بطبيعة الحال باغ ترافايي كوم موازونور اونفيرون دو لا في، غادي شنو غادي يدير؟ غادي ياخذ واحد القرار اللي صعيب، هو انه يخلي مراته وولدو لاله زبيده وولدها سيدي محمد باش يمشي يخدم حصاد. واحد الانسان اللي كان كيبيع الحايك غادي يتحول لحصاد، وغيمشي للعروبيه ديال فاس باش انه يخدم ويوفر لقمة العيش للعائلة ديالو، يرجع راس مالو، لأن راس مالو كله طاح ليه في السوق. هذا حدث مهم الإخوان، قلب القصة. شوفوا حاجة أخرى، لا طونت لا سوفرونس إي لا مالادي مارك لو كوتيديان دو لا ميزون. الشعور ديال الانتظار، داك الانتظار القاتل، بحال كتسنى شي حاجه مده طويله، كتسنى الدوسي ديالك يتقبل. اما سيدي محمد وسيدي محمد كانوا كيتسناو باهم يرجع. فداك الانتظار، داك لاطونط، داك لا سوفرونس، ديك المعاناه والمالادي، المرض، كانوا هما كل نهار كيدوزوه ولا كدوزو الدار ديال سيدي محمد امه كانوا كيعيشوا كل نهار كيتسناو وتيعيشوا المعاناة. وولدها مريض وتا هي مريضة، فهادوك كان بحال واحد الهابط، كان واحد لافي كوتيديان عندهم، المدة اللي ما كانش فيها باهم اللي هو المعلم عبد السلام راجل لاله زبيدة وبات سيدي محمد. وغنساليو بآخر حاجة وقعات او اخر ايفينمون، هو انا لاله عيشة ولا لاله زبيدة frappé par le malheur et décidant de consulter سيدي العرافي le voyant aveugle، او الشواف اللي عنده عين وحده، بوعوينه وحده. بطبيعة الحال لاله عيشة ولا لاله زبيدة بقوة هاد المشاكل اللي وقعت لهم، وحده
تزوج عليها راجلها، ووحده راجلها دار فايت مشى للعروبيه للكومباني باش انه ي- يجمع يجمع فليسات باش انه يخدم حصاد موازونور. فبطبيعه الحال بجوجهم كيعانيو، وغادي يديروا واحد الفيزيت باش انهم يكونسلتيو او يهضروا مع سيدي العرافي اللي هو واحد الفوايون افوغل، واحد العراف، واحد الشواف عنده عين وحده. كيحاولوا زعما باش انهم يلقاو الامل من طرف هذا السيد هذا. الشابتر 10 غادي نشوفوا لي كونساي. اول حدث لي كونساي اي لي بريير دو سيدي العرافي لو فوايون افوغل راسيورون لي دو فام. هاد السيد هذا اللي هو سيدي العرافي غادي يعطيهم نصائح وغيدعي معاهم، وسيدي العرافي غيخلي فيهم واحد الاثر زوين، غيعطيهم واحد الامل، واحد الشعور بالامل، وغادي يقول لهم بان هاد التسنية كاملة اللي كتسناو راه غادي ينعم عليكم الله بواحد الفرحة في الاخر. تاني حدث لالا زبيدة غارد لونفون على ميزون بور لوي تونير كومباني. يعني لالا زبيدة غادي تقرر ان ولدها سيدي محمد ما يبقاش يمشي للمسيد، تخليه في البيت، ما تصيفطوش للمسيد، ويكون هو الجالس ديالها اللي يخفف عليها هاد المشاكل هادو، يونسها، يعني الونيس ديالها يونسها ولدها وتونس معاه. ثالث حدث اللي غيوقع لا غيفيدا ميساجير، غادي يجي واحد المرسول اللي غادي يصيفطو بات سيدي محمد دو لا كومبان ابورتون دي بروفيزيون ارجون اي بون نوفيل دو سيدي عبد السلام. بون نوفيل اخبار زوينه ولا اخبار جديده على اخبار زوينه على سيدي عبد السلام. فهاد المرسول اللي غادي يجي من الباديه غادي يصيفطو المعلم عبد السلام، يعني بات سيدي محمد، اخبار زوينه غادي يجيبها معاه ويقول لهم راه عبد السلام راه بخير، راه خدام. وغادي يجيب معاه غادي يصيفط عبد السلام مع هاد المرسول واحد المؤونه فيها، يعني يعطيه شويه الفلوس اللي وصلهم لزبيده والماكله والبيض والى اخره. فغادي يعاود لها بان المعلم عبد السلام راه خدام مزيان وغادي يرجع. ما يقولش لا راه غيرجع، ولكن يقول لها بلي انه راه خدام. ف اخر حدث نساليو به الشابتر 10 هو لا فيزيت ان بوفي دو لالا عيشة لالا زبيدة بور لانفيتي ا باسي شيزيل لو لوندومان. اخر حدث غنساليو به الشابتر 10 هو هذا ديال ان لالا عيشة غادي تزور صاحبتها لالا زبيدة بواحد الشكل مفاجئ، وغادي تقول لها تمشي لعندها تدوز عن الغد ليه باش انها تمشي لعندها تعرض عليها باش تمشي لعندها. يعني جات لاله عيشه لعند لاله زبيده باش تعرض عليها الغد ليه تمشي لعندها لاله زبيده، حيت كاين شي مستجدات جديده باغيين يهضروا فيها. وهادشي عنده علاقه بطبيعه الحال ان مولاي العربي قريب يطلق. وهادشي غادي نشوفو في الشابتر 11 و 12 باش نكملوا هاد الغومون هادي بلي زيفينمون برينسيبال ديال جميع لي شابتر. ندوزو للشابتر 11. Chapitre 11, le narrateur et sa mère se rendent chez Lalla Aïcha où Salama, la marieuse, les rejoint. يعني la marieuse سلامة هي اللي أصلا كانت زوجات مولاي العربي بنت الكوافور عبد الرحمن، ولكن هاد سلامة هادي غادي تجيب ليهم واحد الخبيرة زوينة لا تفرح بها لالا عيشة. فلالا عيشة ou Salama la marieuse les rejoint. Cette dernière demande pardon pour avoir arrangé le mariage de Si l'Arbi avec sa fille du coiffeur. Il rapporte la nouvelle de leur prochain divorce. Arrive également Zohor qui confirme ce divorce. الإخوة اللي غيوقع هو أن le narrateur و لا ميغ يعني سا ميغ مو غادي يمشيو لعند لاله عيشه، غادي تكون عندهم سلامه. هاد سلامه هي اللي زوجات مولاي العربي بنت الكوافور، غادي تجي باش تعتذر من لاله عيشه، وغادي تقول ليها بان بنت الكوافور ما بقاش عايش معاها مزيان. السي العربي ما بقاش تيحملها، هاد مولاي العربي ما بقاش تيحملها نهائيا. مولاي العربي العلوي ما بقاش باغي يعيش معاها، مرضاته بصحته. فغادي تجيب ليها الخبر ديال انه طلاق قريب يطلقوا. اوكي، موراها غادي تجي واحد خيتي سميتها زهور، واحد الجاره
واحد الجاره ديال لاله عيشه وغتاكد ليها هاد الاخبار، تقول لها فري هادشي راه كاين، وراه داك الزواج قريب يتفرتك ديال مولاي العربي وبنت الكوافور لان طلعت ليه بصحته. فهذا كان مستجد مفرح بالنسبه للاله عيشه، وكانت طامعه في ان هذا الشيء غيسالي هذا الفيلم الحزين اللي عاشته في هذه المده هذه. وغنساليو بالشابتر 12 اللي كان شابتر مفرح لكل شيء الا سيدي محمد. لان سيدي محمد ديما في لا سوليتيد ديالو. فنبداو باول ايفينمون. معلم عبد السلام ايدو لو روتور، يعني غادي يرجع للدار. لونفون اي سا مير سون هورو. سيدي محمد ومو راه غيكونوا فرحانين بطبيعة الحال فاش شاف باه جا، ومو حتى هي فاش شافت راجلها رجع غادي يفرحوا. اللي غيجيب الخبر في الاول ان عبد السلام معلم عبد السلام راه راجع، راه هي زينب بنت رحمه، حيت شافته في الحومه. دونك غادي يكونوا فرحانين، الدار غتكون فرحانه. تاني حدث تدريس العواد مونت سالو لو بير اي لوي انونس كو لو ديفورس دو مولاي العربي اي لا في دو كوافور a été prononcé. لا فيي يعني غادي يجي راجل رحمة اللي هو ادريس العواد، غادي يسلم على بات سيدي محمد وغيهن ويقول ليه على سلامتك، ويقول ليه الخبار ديال ان الطلاق ديال مولاي العربي راه وقع مع بنت الحلاق. صافي وقع اوفيسيالمون، وقع ديفورس ما بين مولاي العربي وبنت الحلاق. وهذا الشيء غادي يخلي الناس كاملين يبقاو مصدومين انه وقع الطلاق. فلو نغات بروند سا بواط ميرفي، اخر حدث غادي نساليو به، لو نغات بروند سا بواط ميرفي اي سو مي ا ريفير. سيدي محمد غيرجع للعالم ديال الاحلام ديالو، يخلي الناس الكبار تيهضروا مع بعضياتهم، باه مع دريس العواد، ومو مع الجارات، يخلي داكشي كامل وغيرجع لابواط ميرفي. صابواط ميرفي ديالو باش يخرج من العالم الحقيقي ويدخل للخيال والاحلام. هذه صراحة الاخوان حصة طويلة ولكن مفيدة لكم باش تعرفوا جميع الاحداث المهمة من كل شابتر. ما كانش بزاف الاحداث، لخصناها في نص ساعة. شكرا على الاستماع، ونتلاقى ان شاء الله في الحصة الماجية. الى اللقاء.